العربية اللي معانا النهاردة هي عربية سيدان ألماني، نزل عليها تخفيض رسمي 350,000 جنيه، ودلوقتي كمان نزل عليها تخفيض غير رسمي 100,000 جنيه عند الكاش، والمفاجأة إن سعرها قرب جدا من الكورولا. العربية اللي معانا النهاردة هي سكودا أوكتافيا. خليني بقى أحكي لك قصتها من الأول. سكودا أوكتافيا واحدة من أجمل وأشرس العربيات السيدان اللي موجودة في السوق المصري، وعلى طول كانت بتنافس في حتة أعلى من حجمها، يعني مش مجرد بديل للكورولا، لا، دايما كانت واقفة قصاد فئات أعلى شوية. والنهارده بقى الأوكتافيا بترجع بقوة بسبب التخفيضات. خلينا نفهم اللي حصل بالظبط. في مايو اللي فات التوكيل نزل تخفيض رسمي 200 ألف جنيه، بعدها بشهور في أكتوبر عمل تخفيض تاني 150 ألف جنيه، يعني العربية في 2025 لوحدها نزلت 350 ألف جنيه، وده تخفيض رسمي. والنهارده بقى لو كاش واستلام فوري في تخفيض غير رسمي 100,000 جنيه، يعني احنا بنتكلم ان العربية كانت واقفة فوق ودلوقتي نزلت جامد، وده خلاها ترجع تبقى اختيار مهم جدا. تعال بقى نبص على اهم نقطة في العربية واللي بسببها ناس كتير بتعشق الاوكتافيا: الفتيس. الفتيس بتاعها اوتوماتيك 8 سرعات حقيقي، مش سي في تي ومش دول كلاتش، وده مهم جدا لناس كتير في مصر. الفتيس ده معروف بالنعومة والاعتمادية وبيستحمل، ومع موتور 1400 سي سي تربو، قوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن متر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العربية بتتحرك بسهولة، تسارع محترم، وأداء ثابت سواء جوه البلد أو على الطريق السفر. وبالنسبة للاستخدام اليومي، الأوكتافيا مش عربية جري وبس، دي عربية عملية جدا. شنطة 600 لتر من أكبر الشنط في فئة السيدان، يعني تسافر تحط شنط، تحط عربية طفل وتقفل ولسه برضه فاضي. استهلاكها للبنزين معقول مش مزعج، وده بيخليها عربية يومية وعائلية في نفس الوقت. وبالنسبة للتكنولوجيا من جوه العربية احنا هنتكلم عن مستوى مختلف عن أغلب المنافسين: شاشة وسطية 10 بوصة، عدادات ديجيتال، ثبات إلكتروني، وست وسائد هوائية وكاميرا خلفية. مقاسات الجنوط اللي فيها بقى بتختلف حسب الفئة، أما المساحات الداخلية واسعة ومريحة وتدي إحساس عربية أكبر من حجمها الحقيقي. الأبعاد: الخلوص الأرضي حوالي 14.3 سنتي، طول العربية 4 متر و68 سنتي. والمهم بقى الأوكتافيا مبنية على نفس القاعدة بتاعة الأودي اي 3 والجولف، يعني احنا بنتكلم على منصة أوروبية محترمة جدا. العربية بتنزل بضمان 5 سنين أو 100,000 كيلو، والوكيل بتاعها في مصر كيان إيجي. وبالنسبة للمنافسين، قدام الأوكتافيا منافسة مش سهلة: تويوتا كرولا، هيونداي الانترا سي ان 7، مازدا 3، رينو ميجان. بس النقطة هنا إن التخفيضات لعبت في صالح الأوكتافيا جدا. نيجي بقى للأسعار بعد التخفيض. الأسعار الرسمية بتقول الفئة الأولى 1,650,000، الفئة الثانية 1,850,000، الفئة الثالثة 1,950,000، ومع خصم الاستلام الفوري هتطرح منهم 100,000 جنيه. يعني الفئة الأولى قربت جدا من سعر أعلى فئة في الكورولا واللي بحوالي 1,500,000. وهنا بقى السؤال المهم: لو قدامك أعلى فئة في الكورولا وأول فئة في سكودا أوكتافيا الألماني أم 8 سرعات، هتختار إيه؟ اكتب لي رأيك في التعليقات وأحب أشوف وجهة نظرك. وكان معكم أحمد فرج، ودي قناة قهوة السيارات.